مساء الخير. بقطعة فحم واحدة أخلي كل حاجات الفضة عندكم بتلمع. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف ازاي. الأدوات اللي هنستخدمها هي حتة فحمة بس، وبنكسرها بالطريقة دي. تمام، حتة فحمة من دي واحدة وبنكسرها زي كده. وطبعا الخاتم المسود اللي هو زي كده. تمام، ده الخاتم المسود. طبعا الفحم بعد ما نكسرها هتلاقي ايدينا كلها بقت في مطرحها فحم كده زي ما انتم شايفين. بعد ما ايدينا تبقى مطرحها فحم، ناخد الفحم ده بنعدي على دبلة الخاتم من ورا. بص بقت شكلها عامل ازاي. دبلة بقت شكلها حاجة تانية خالص، بقت بتلمع. بالنسبة للجزء الوش برضو بنعدي برضو بالفحم على الفصوص، جزء كده بسيط. بص بالنسبة للجزء ده، الجزء ده، الجزء ده باين فرق جامد قوي. تمام، جبتها لكم من ناحية تانية عشان يبقى ظاهر أكتر عندكم. بناخد برضو حتة تانية من الفحم ونعدي على الخاتم من دبلة الخاتم من ورا، نعدي عليه. بص الدبلة بقت شكلها بتلمع. نعدي على الجزء اللي قدام كله برضو، الفصوص، في فصوص. يعني هو حتى الجزء اللي فيه فصوص بيلمعه. يعني في حاجات تانية قلت لكم عليها بتلمع الفضة، بس مش بتلمع الفصوص، يعني بتلمع الدبلة بس، معدن الفضة بس، لكن الفصوص لا. لكن الفحم ده يا جماعة بيلمع الدبلة نفسها، يعني خاتم الفضة بيلمعه دبلته، وبيلمع فصوصه كمان. فالفحم ده حاجة يا جماعة جبارة ما شاء الله عليها، بتلمع كل حاجة. بص خاتم بقى شكله عامل ازاي. يعني انا مش عارف هو واضح قوي كده ولا مش واضح. واخر حاجه بنعملها بنمسحه بمنديل كده بسيط خالص. مش لازم اقول لكم فوط التلميع مثلا زي اللي عندنا مثلا او اي حاجه، لا، اي منديل عادي خالص عندكم. وفي النهايه شكله بيبقى بص عامل ازاي، كانك شارياه جديد، كانك شارياه جديد. وكده اكون خلصت الحلقه. ولو فعلا استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لو حد عنده اي سؤال يسالوني وانا هجاوب في كومنت.